الكيكة المخملية هي من أطيب الوصفات يلي ممكن تعملوها. أول شي رح احتاج ل2 بيض، كاسة من السكر ومعلقة صغيرة من الفانيلا. بخلطهم كتير منيح مع بعض وبعدها بضيف عليهم نص كوب من الزيت النباتي، كوب من الحليب السائل. برجع بخلطهم مع بعض وبحضر للمكونات الجافة واللي هي عبارة عن كاسة ونص من الطحين، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة ملح ونص كوب من الكاكاو البودرة. وراح أضيفهم تدريجيا للخليط. راح أضيفهم بقالب مدهون بالزبدة، بحطهم بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. بالنسبة للتسقاية رح احتاج لكاسة من الحليب السائل ومعلقة كبيرة من الكاكاو البودرة. وأول ما تدفى معي الكيكة رح أعمل فيها فتحات وأسقيها بكل كمية الحليب. أما الطبقة الثانية رح أضيف 3 كاسات من الحليب السائل و3 ظرف من الكريم كراميل. رح أحطهم على النار وأول ما يغلى معي الخليط بحطه على جنب. بالخلاط رح أضيف 16 حبة من بسكوت الشاي، رح أضيف عليهم علبة من القشطة، ورح أضيف الخليط وهو سخن. بخلطهم كتير منيح مع بعض وبعدها بضيفهم فوق طبقة الشوكولاتة. بحط الكيك على جنب لمدة نص ساعة ورح يجمد معكم على طول. بعدها بحطه بالثلاجة لمدة 2 ساعة، وعند التقديم رح أرش عليه الكاكاو البودرة. وصحتين وألف هنا.